أو الإنسان الفاهم ينزل أمره وهو مش جاي على حد أو مش ظالم حد. خلي بالكم ربنا غفور رحيم والله رحمة ربنا وسعت كل شيء، بس ربنا من عدله بيسامح في حق نفسه وحق غيره. لا، خلي بالك من دي كويس جدا. ربنا بيسامح في حق نفسه، حق غيره لا يعفو ربنا عن حق غيره إلا أن يعفو صاحب الحق. حط دي حلقة في ودنك وخلي بالك من دي كويس جدا. ربنا بيسامح في حق نفسه، حق غيره لا. يعني لو مت كده وانت ظالم مراتك وأولادك ربنا هيحاسبك عليهم، إما الزوجة وعيالك يعفو عنك أو ربنا هيحاسبك عليهم. والزوجة عظم عملوها مع الزوج، ماتت ست وجوزها كان ليه حقوق عندها، يبقى عارف كويس جدا، تبقى عارفه كويس جدا وربنا مش هيسامح في حق جوزها الا لو جوزها سامح. الجيران، عندك جيران جاي على حد من جيرانك، والله ما ربنا ما يسامحك الا لو كنت اديت اللي عليك الاول. فانا نفسي عايش بقانون عامله لنفسي. حق ربنا ان شاء الله ربنا غفور رحيم، انا عبد ذليل لعظمه ربنا، ان شاء الله ربنا هيغفر لي. اللهم اغفر لنا ولابائنا وامهاتنا يا رب العالمين. بس حق العباد ما ينفعش ان انا اجي على حد، ما ينفعش اظلم حد، ما ينفعش عندي ارض اكتب لواحد لا ما ينفعش، عندي بنتين اودي الواحده واجب والثانيه لا ما ينفعش، عندي جيران اسيء ليهم ما ينفعش، عندي جيران يستعيذوا بالله من جيرتي ما ينفعش. يعني لما واحد جاي يبيع بيت وكتب المنزل للبيع لسوق الجيره، كلمه سوق الجيره دي تعب والله بنلاقي ناس يا اخوانا بتبيع بيتها برخص التراب. ايه يا عم الشيخ، جاري عامل معايا مشاكل ومراته عامله مع مراتي مشاكل ومش عارفين نعيش، انا اشتريت دماغ وخسرت الفلوس وخلاص، وربنا بقى ما يقولش ربنا يسامح، ده بقول ربنا ينتقم منه عشان نكون صراح مع بعض. الزوج او الجار اللي كان ظالم جاره هيجي يقول لربنا يوم القيامه والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل من يا رسول الله؟ قال من لم يأمن جاره بوائقه، أي من لم يأمن جاره بداء. تلاقي بعض الناس كده اشترى بيت تلاقي كل الشارع عايزين يجوا بسببه. والله العظيم أنا سمعت واحد كان عرض بيته للبيع وواحد معين جاي يشتري، الجيران اجتمعوا، طب نكمل كلنا ثمن البيت دي وناخده كلنا شرب ونبقى نبيعه بعد كده عشان فلان بس ما يجيش يقعد جنبيه. فلان ده وصل موقف. ده النبي قال أقربكم مني مجلسا يوم القيامة مين؟ اللي عنده إيه؟ كان بيصلي كتير ولا إيه؟ قال إيه؟ أحسنكم أخلاقا. الله يفتح عليكم. أقرب الناس من رسول الله مجلسا أفضل الناس أخلاق. أخلاق المسلمين، وإحنا مش أحسن من سيدنا النبي. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيسمع في حق يا أخوانا. اللهم صل على حضرة رسول الله. سيدنا النبي يا أخوانا كان متسامح جدا في حق نفسه. سيدنا النبي ما كانش بيأذي حد خالص. والمسلم التقي النقي الناس بتحب جيرته. وبتلاقي واحد ساعة ما يبقى في مكان قاعد مع الجيران ويمشي تلاقي الناس بتقول ايه؟ على جيرة فلان، ده كان جيرة جميلة، يا ريته كان قاعد شوية. تلاقي واحد تاني أعيش بين الناس يقول يا رب يمشي، يا رب يمشي. ده سيدنا النبي لما كان مع الصحابة ومروا الجنازة قال وجبت أول الناس أثنوا عليها خيرا، فلان مات، ده كان راجل صالح وكان راجل تقي وكان راجل طيب وكان. النبي قال وجبت له الجنة. والتانية كان ماشي الحمد لله إن مات راح واستراح. النبي قال وجبت، يعني وجبت له النار. فلذلك النبي لما كان قاعد مع الصحابة يا أخوانا بيتكلم عن المحسنين وعن جزاء المحسنين، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. فواحد وقف
قال لي: يا رسول الله، ازاي اعرف ان انا راجل من المحسنين ولا لا؟ النبي ما قالوش اقعد جنبي، انت بتصلي، انت بتصوم، بتعمل كذا؟ لا ابدا. قال له ايه؟ كلمتين. عايز تعرف انت محسن ولا لا؟ قال له نعم. قال: سل جيرانك. ايه؟ قال له: اسال جيرانك، قل لهم وانا راجل محسن ولا لا. اسال كده واحد غيرك يكون صادق، قل له وانا طيب ولا مش طيب. السيره يا اخوانا والآراء والأفعال كل منا سيقف أمام الله. ووضع الكتاب بقى لما يجي اللي كان بقى جاي على حق جاره، واللي كان ظالم جاره، واللي كان ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه. اللهم سلم سلم يا رب. العصاة مشفقين مما فيه، خايفين من اللي في الكتاب، مش في ربنا وفي جنة وفي نار. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ليه كده الإنسان جاي هياخد كتابه، يمسك الكتاب اللي عمله صالح، يمسك الكتاب بيمينه وجهه يبيض فرح مسرور بما في الكتاب، يتباهى بأعماله. يا فلان خد شوف أعمالك هتصلح ازاي. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه، غير بقى الصالحين تراه خايف، تراه خسران، وجهه أسود، ويقول يا ويلتي الكتاب اللي في ايدي ده مش سايب لا كبيرة ولا صغيرة إلا لو كتب فيه هذه الكلمات، وكل شيء عملتها كتبت علي. هل تذكرنا هذه اللحظة يا سادة؟ هل تذكرت أنك تقف أمام الله يسألك عن ما صنعت؟ هل نتذكر أن هناك كتاب يكتب؟ خلي بالك بقى قبل ما انزل عن المنبر، تذكر كده فلان جارك أو قريبك أو صاحبك أنت غلطت في حقه وقعدت تتعاتبه وقال لك أنت بتعمل كذا وكذا 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 معايا ليه؟ أنت بتبقى قاعد مكسوف كأنك بتقول يا أرض الشق وبلعيني، عايز تقوم عايز تجري، مش عارف هتودي وشك منه فين. فما بالك بربنا السائل، ربنا يسأله يا عبدي لماذا عصيتني وأنت تعلم أنني أراك. تخيل كده احنا في أيام مباركة، أيام فيها حسنات، فيها مغفرة، فيها رحمة، فيها عتق من النار. تخيل كده ان انت واقف وتذكر عظمة الله، انت واقف وربنا واقف قدامك وبيسألك انت عملت كذا وكذا وكذا وانت عارف ان انا شايفك ليه؟ ليه بتخلي ربنا اهون الناظرين اليك؟ يعني دلوقتي انت جاي على حق واحد معين والناس شايفاه، مش هتيجي على حقه خالص. طب ربنا شايفك بتعصيه ليه؟ ربنا مطلع عليك بتعصيه ليه؟ لما تبقى قاعد كده مع نفسك ومحدش شايفك ربنا وانت بتعصيه، هقول له ايه؟ فإن دائما المؤمن يرى ذنبه كجبل يخشى أن يقع عليه. الإنسان يا إخواننا الصالح بيبقى شايف ذنبه مهما كان صغير زي الجبل وخايف للجبل يقع عليه. طب غير الصالح الذنب مهما كان كبير، ذبابة وقفت على رأسه فتارت. لا تجعلوا الله أهون الناظرين إليكم،
قبل ما تعمل حاجة قول هي دي ترضي ربنا ولا ما ترضيش ربنا. لو لقيتها ترضي ربنا اعملها، ما ترضيش ربنا هناك ثواب وهناك عقاب.